بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم بدي أعمل لكم تسقية شامية على طريقة عم أبو ماجد تعلمناها منه، الله يعطيه الصحة والعافية. شو بدنا كمون، هاي بنحط عليه بنرش بعدين، وهي الملح شوي بنحط ملح. هاي جبت أنا من هاي العلب، هي لازم تكون من الحمص العادي، يعني ننقعه بالليل وتاني يوم نغليه يعني. وهي زيت زيتون بنحطه عليها بنعملها بالخلاط عشان تفقس. وهي الخبز بنقطع خبز، والخبز يفضل يكون ناشف، يعني ننشفه قبل بيوم احسن. هسا بنشوف. هي هون عملت انا قبل بس بفرجيكم. هي حطيت الحمص وغليته، بنحط عليه كمان بايكربونات الصوديوم اذا كان حمص لسه ناشف يعني. اما هذا عشان بيجي معلب جاهز، فيمكن حطيت على الخفيف بس عشان اشوف اذا بزبط الطعمة ولا لا. طبعا هي بريق الشاي بيكون جاهز. هسا بولع عليه. وهي هون هسا بنضرب شو اسمه المرقة تاعت الحمص بالخلاط، بعدين الحمص الحب بنضيفه عليه على الوجه فوق. هسا بنشوف كيف. يلا. هي هون بنقطع الخبز هيك زي هيك قطع صغيرة، هي زي هيك قطعته. هي هيك اما عملت الصحن كامل. خذ الخبز هذا، بس الافضل الواحد انه بنشفه بحطه هيك بالهوا ينشف يوم يومين منيح، ما بصير له اشي، ما بخرب، لانه على الهوا. اما يكون بالاكياس بخرب بيعفن. هي حطيت المصفاي. هسا ادير المية الحمص، بس ايش اتحكم فيها، استنوا. هي هيك هسا مسكتها بالشريطة بتحكم فيها. طبعا كلها طلعت برا المي، لاني ما قربت. ما انا حاط المصفاي، ليش خايف الحمص ينزل؟ ليش حطيت المصفاي؟ عوضها. هاي شايفين هاي الكمية هيك اللي حطيناها، مية السلقة بسموها. هاي الحمصات اللي هاي برجعهم على الطنجرة عشان اديرهم بعدين على الحمص، على الخبز من فوق. هسا هاي بدي اضيف عليها زيت. لحظة. هسا هيك بدي اشغلها. اول اشي لقيتها شو اسمه، لقيتها بتنقط. اللي حط الغطا من تحت مش حاطه منيح، لقيتها بتنقط. رجعته على الكاسة وحطيتها بعدين. ايش عشان ايش لازم واحد يتفقد. لقيتها بتنقط، كان طرطشت معي. نشوف. هسا هاي بدي اشغل عليها على الخفيف، وبعدين برد اضيف ايش شوي شوي الزيت من الفتحة هون. هاي هسا هي هيك على الهادي بيقدر واحد يتحكم يزيد من الفتحة. ما بعرف قد ايه كمية الزيت بحطها الزلمة، كان تعلمني عليها، بس تقريبا عشان ما ازودش زيادة اخربها. بس هو كان يحط كتير يعني زيت، صار تخرب معي. يلا بزيد كمان شوي. شايفين البخار كيف بيطلع منها، لان السلقة سخنة. بدي اقوي عليها شوي اشوف. احط على هاي اعلى اشي. هسا بطفيها ولازم احطها دغري على الخبز. هي وقفت. هسا لازم على السريع تنحط على الخبز. لحظات. هسا بنجيب من هدول الحمصات الموجودين هون، بنحط شوي قد ما بدنا يعني، حسب. هي هيك حطينا على الصحن. هسا بدنا نجيب ندير
التسقية عليها، عشان هيك سموها تسقية لأنه بسقوها سقي. هاي أكلة شامية، هناك عندهم كتير بالمطاعم بيعملوها بالشام. هاي إن شاء الله بتكون ظابطة، ما بعرف، مع إنه قد يعملها الزلمة قدامي 100 مرة. هيك بشرب عليها، ترك هلا ايش، يمكن بدها خبز كمان، هسا بزيد عليه خبز، مع انه مش عاجبني الخبز لانه الخبز نوعه هيك، لانه لازم يكون ناشف احسن، او حتى لو محمر على الزيت او اشي. خلاص هي فضيت وحطيت كل الكمية، بزيد عليها شوية خبز بس. ايه هذا الخبز عندي، هذا النوع من الخبز اشتريته بعد الصلاة، عن جد منيح يعني، في 12 قطعة، 12 خبزة هيك بيجي بحوالي ب4 دولار، يعني منيح. هاي بمحل جنب الجامعة هناك، في اشياء كتير حلال. هي هو زي خبز الاشراك، هذا بنحط تحت المنسفة، منيح كتير ناعم. هي هي اضفت هذا الخبز، يعني هو نوعين خبز حاطنا، قلت خلنا نجربه، بس بخليها تشربهم شوي تاخذ راحتها فيهم، وعادي برجع بسخنه بالميكروويف ما بصيرش اشي، لانه هي ايش بتكون المية تاعتها المرقة سخنة، على السريع لازم تديرها. هيك كان طعمنا اياها الزلمة عنده في البيت. لقيت اشي حبة غريبة بين الحمص، شكلها مش حمص. هسا هذا الخبز ليش جبته انا؟ عشان ايش جبته؟ عشان اعمل تماري اللي هي بالبنانا، الموز والدبس، دبس التمر. المرة الجاية بعملها فرجيكم اياها. هسا بدنا نحط الايش، البهارات، الكمون. هيك بنشرب، بس برجع بسخنه هذا لانه طولت وانا بفرجيكم على الفيديو، يعني تفكروا الفيديو انتو زي ما هو هيك 7 دقايق، بس لأن أنا بروح وبعمل أشياء وباجي سخن مي وافتح باب سكر باب من هالحكي. بس بدها ملح أو بصرة، هي بتيجي مالحة ولا لازم ملحت الحمص ولا لا؟ مشكلة الزلمة نايم، ما بدي أرن عليه أسأله كيف كان يعملها، سألته سجل لي على الخفيف. هسا هيك هي جاهزة، هسا نشوف. أنا بدي أضيف عليها حمص كمان وعادي بضيف عليها هسا كمان زيت. هسا بدي أسخنها بالميكروويف. صحيح، وفي عندي كمان باكل معها فلافل، لأنه جايب فلافل من مطعم صبابة. رحنا اليوم على مطعم صبابة، جبت فلافل وأنا رايح أشتري، لأنه كمان جنب الجامع في أنا هايم، وعيدنا عليهم بس كانوا مشغولين كتير بيزي، الله يرزقهم. جماعة كتير محترمين، معلم صلاح وجميع الطاقم عنده كتير محترمين بالتعامل مع الزباين. وهسه بنحطها بالميكروويف. هاي حطيتها بالميكروويف، بس هذا احطهاش كتير يعني، بس 109 ثواني. بشيك عليها، مش كتير سخنة، بدي أنا بحب أسخن أكتر حسب كل واحد. قاعد برجع بزيد كمان 109 ثواني، عشان ايش توك الهوا. هي لازم حطيت 220 أنا، 110 و110 بطلع 220، بس حطيت 109. يلا المرة الجاي، يلا يلا يلا. هسا مع الشاي اشي مرتب، شغل عمك أبو أوفى، شي ناهي، زي تعشام الأصيل، وزي الشيف عمر كمان، شغل عمك أبو راتب. هذا شغل عم أبو ماجد، الله يعطيه الصحة. عم أبو ماجد من الشام، من الإيمارية، من العمارة.
هاي من منطقة حارة العمارة، جنب هيك سوق الحمدية وهيك أشياء، هدول من الحارات القديمة، قريبة على الشغور كمان. هسه خلاص هيك انهرت يعني، منيحة، صار سخنة كتير. هسه بضيف عليها بس زيت. هي هسه نحضر هون. أنا بحب أضلني أضيف كمون عليها. هي السكر والشاي هدول بضلني كمان أضيف على الأشياء. سكر وشاي بحب كتير. هاي الشاي، خلطة الشاي جاهزة. كمان بحط بحب أشرب نعناع. شوف الشاي محلاه. بحب أشرب شاي أول كاستين مع نعناع، كاستين 3، بعدين بشرب كاستين 3 كمان مع هذا. طبعا بريق كامل هذا بشربه لحالي أنا. وهي مكة إن شاء الله بتكونوا من زوارها. الله يكتب لكم يطعمكم الحج والعمرة إن شاء الله. كل من قال أمين. كل ما نوصل لهون 11 دقيقة كيف تكونوا تتحملوني؟ إذا حدا وصل لهون ويتحملنا يكتب أمين، عشان إن شاء الله يعني تكون الدعوة إلكم تزوروها، حتى لو زرتوها مرة مرتين، عشان الله يرزقكم كمان مرة تزوروها انتو وجميع أحبابكم. هي هيك هسه جاهزة الأكلة. شو ضال بدها؟ الزيت. هي بدنا نحط عليها شوية زيت، لأنه هي فقستها زيت. شكله الزيت هذا مش كتير قوي، بعرفش شو لونه. أنا بجيبهم على اللون، على الأشكال. مرات بسأل الناس هناك إذا كان في عائلات قديمة يكونوا هون بيعرفوا بالأشياء. إحنا الشباب شو بعرفنا العزبية. يلا السلام عليكم، إن شاء الله يعجبكم. إذا زبطت معي الأكلة بكتب لكم بالتعليق إنها زبطت، اعملوها بالحمص، هذا النوع الحمص وكل شي. مع السلامة. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. هاي الشاي نسينا نحط النعناع عشان بس المنظر، يعني الشكل العام لليوتيوب. يلا السلام عليكم.